عمرك من 18 ل 40، تعالى لما اقولك على شوية نصايح هتنفعك قوي. منطقة الراحة ديت هتكون اكبر عدو ليك وانت في السن ده، بيعيشها بس اللي في سن ال20. لما تدخل على سن ال30 هتعرف انت ضيعت من عمرك كتير قوي كان ممكن تستفاد بالوقت ده. حاول تبدأ يومك من الفجر، صلي الفجر وابدأ اشتغل على نفسك، كورسات، فيديوهات تعليمية لغاية ميعاد الشغل بتاعك. التعليم اللي انت هتتعلمه ده هيساعدك كتير قوي صدقني. اوعى تضيع ده من ايدك. حافظ على اذكار الصباح والمساء، وهتلاقي تطبيقات كتير قوي على النت هتساعدك على ده. خلي القرآن جزء من يومك، احفظ قرآن، ده هيساعدك اللي انت تحافظ على روحك. اتعلم لغة واتنين وتلاتة لو ده امكن، ده هيزود فرصك في الشغل وبراتب اعلى. مهما كان راتبك لازما يبقى فيه جزء لله. بلاش مقولة اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع ديت خالص، عشان اي مبلغ انت بتتصدق بيه بيرجع لك اضعاف اضعافه. لازما تحوش جزء من راتبك لو ده امكن. اتعلم مهارات كتير على الانترنت، اتعلم الاكسل مثلا، اتعلم حاجات تانية، اتعلم فوتوشوب، اتعلم حاجات كتير قوي دي هتساعدك في شغلك. شارك في اعمال الخير، اشتغل في الصيف لو انت بتدرس، هتكتسب خبرات كتير قوي لما تكبر وتوصل وتخش سن ال30. الخبرات ديت للمستقبل صدقني، الخبرات ديت عمرك ما هتكتسبها من الكتاب اللي انت بتقعد تقرأ فيه، ووقتها هتعرف تتعرف على ناس من فئات مختلفة وهتعرف تعيش وتكتسب خبرات كتير. ولو وصلت لغاية هنا معايا بقى، يبقى صلي على النبي وما تنساش تشترك في القناة. يلا سلام.